أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الختامية وختامها مسك إن شاء الله. تذكرت إيش كنت بدي أحكي لكم لما كان ضيوفنا سهير وسامر طرزي. هاي كان في جيراننا طبعا مسيحيين، دائما الباب مفتوح مثل ما ذكر، كل الأبواب كانت مفتوحة لأنه خلص أولاد صغار ومعروفين يعني بنلعب في الشارع واحد، فباعتبار غزة القديمة كلها شوارع يعني صغيرة هيك. فكانت جارتنا حاطة موزة في صحن جنب الباب على طاولة صغيرة، فمحسوبي أنا رحت دخلت مباشرة وأخذت الموزة وجريت. بعد ما أكلت الموزة ضميري أنبني إنه كيف أنا ما حكيت لهاش، وراح تزعل إذا عرفت إنه أنا أخذت الموزة بدون ما أحكي لها. فلما ضميري أنبني رحت أخذت قشرة الموزة اللي أنا أكلتها، رحت قلت لها هذه أنا أكلتها. قالت لي مش هذه اللي أنت أكلتها، أنت أكلت الموزة وجايب لي هاي، هذه روح ارميها بسلة الزبالة. عموما أجواء جميلة وعلاقة كانت ما بين الجيران كانت كثير رائعة. إن شاء الله هي تستمر، وأكيد راح تستمر بالتأكيد. في هالفقرة هتحدث عن الشعر بكل أشكاله وأنواعه بالتأكيد مع وسام عاشور. وسام يسعد صباحك، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح المشاهدين، وعيد سعيد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. طبعا وسام سافرت على الجزائر وليبيا والسعودية، وهي الآن طبعا في قطاع غزة. يعني أكيد شافت كل الأجواء الملهمة لكل الشعراء، الصحراء والجبال والخضار صحيح. والسهول والبحر، كله كان هذا دافع بالتأكيد لحتى كمان تختلف أنواع الشعر اللي بتكتبيه. ساعدك صحيح. في هذا الشكل؟ صحيح. يعني تنقلي بين كذا دولة أثرى هذا الشيء عندي. نعم. وجعله متعدد، وعزز عندي الشعر النبطي بالذات. نعم. جميل. طيب قبل ما نبدأ في الأسئلة التقليدية والأمور هاي، يعني دائما أنا الفقرة الختامية سواء كانت مغني أو مطرب أو شاعر أو فنان نحب نسمع أكثر مما نسأل، فبدنا نسمع منك شو القصائد اللي راح تسمعينا إياها؟ حسماكوا شعر نبطي. أول شيء أتغزل في الفلسطينية. نعم. في بنت بلادي طبعا. فهذه قصيدة نبطية بعنوان فلسطينية. أقول فيها: أيم تيم بضي شمسها وعاشق، ترى شمسها على شمسك تداري، تبي تشرق على روحك ضياها، خلك الطرف كحلها شاري، إذا حرقت ريف رمشك نارها وما تركت منك لغيابك عذاري، ترى اعلم هوى قلبك سناها وضاع دربك بضي النهار. وانشدك إذا دريت مهرها، وانشدك إذا دريت مهرها، وشاحة كوفية ما هو بساري، وعصبة بشعرها سلاسل تزين جبينها، الحسنه ما يواري. أيم تيم تبي لها عنوان، أيم تيم تبي لها عنوان، بلادها صغارها كباري، بعزهم يسطرون تاريخ ويكتب بهم أناشيد ثواري، رجالها بساحات الوغى فرسان تذيق العدا المراري، عساك عرفت وصولها واهتدى منك دليل، فلسطينية إذا ما انت داري، تراها بلسما شافل من تحب، وإذا غضبت حذاري من غضبها حذاري. والله حذاري. الفلسطينية دائما فيها صفات ومميزات تختلف عن أي امرأة أخرى. صحيح. أو أي امرأة عربية. صحيح. أولها هي تمشي على مثل اتقي شر الحليم إذا غضبت، إذا غضبت. إذا غضب. مظبوط هيك؟ صحيح. وخاصة معطاءة وبتقدم وبتصبر وصبورة وبتصبر. لكن لما بتفيض معاها خلاص كل عام الله يستر، فيضان تسونامي اصلا طلع من وراء الفلسطينيه. مظبوط. هو سبحان الله الضغط يولد الانفجار، يعني هي بتكون صابره وبعدين ما تنساش انه بتعيش في ظروف صعبه. نعم. يعني كل المحيط حواليها اكثر، يعني كيف بدي اقول لك، الركنه الاكبر عليها ممكن يكون العبء عليها اثقل من ما يجب. نعم. لكن بتشيل. نعم بتشيل دائما. صحيح. طيب هذه امتى كتبتيها؟ والله هذه تقريبا تاريخها 21/11/2015.
21/10/2015. السنة الماضية. اه طب شو في أشكال تانية أو نوع تاني من الشعر غير في هو يعني النبطي بكتبه أنا أكثر طبعا، بكتب فصحى لكن النبطي أكثر. في الشعر الاجتماعي. النبطي اللي هو رايح للبدوي أكثر. هو البدوي. هو النبطي يعني خلينا نقول انه ندي نبذه عن حكايه النبطي. النبطي هو اساسا من منطقه الخليج. نعم. انا بسميه شعر الصحراء، وهو هيك اسمه. هو شعر الصحراء. نعم. هو اساسا اول ما ظهر في منطقه الجزيره العربيه. نعم. في قبيله او قبائل كانت تسمى بالنبط. فمن هنا انطلق الشعر النبطي، وهو يحاكي اللغة العربية الأم، وهو لهجة من لهجاتها. نعم. وهو أصلا يعني لهجة عربية خالصة طبعا بلهجاتها. فهو من هنا انطلق الشعر النبطي، وكان في الجزيرة العربية. نعم. جميل. بس مش كل الشعراء بالمناسبة وإن بيكتبوا الشعر النبطي لكن ما بيتقنوا اللهجة. أنا كثير شفت بيحكي لك لا مش شرط يكون الشعر النبطي إنه يكون بنفس اللهجة البدوية. لا لازم. وهو أساسا لازم. الشعر النبطي لازم باللهجة البدوية، لأنه مثل ما حكيتي بعض القبائل كان معروف باسمها هيك، وشعر الصحراء صحيح، فلازم تعطيه بنفس التوصيف وبنفس والنطق. نطق ضروري جدا إنه أنت تنطق الكلمات بنفس اللهجة. نعم. بيصير هنا خلط. هم بيقولوا احيانا الشعر الشعبي نبطي، لا، الشعبي شيء والنبطي شيء اخر. الشعبي اللي هو بلهجتنا احنا هو الزجل الفلسطيني. نعم. ما له علاقه بالشعر النبطي. الشعر النبطي مختص باهل الخليج وبمنطقه الجزيره العربيه فقط. نعم. وبلهجتهم. يعني انت مثلا احنا لما بنتكلم بلهجتنا ممكن نقول شعر شعبي بلهجتنا، يما جيتك من بلادي كذا، هذا التراث اي تراثنا. هذا يختلف. لكن الشعر النبطي بتحس انك بتسمع كلام بدوي خالص. نعم. واللغه العربيه على اصولها. على اصولها. هذا محتاج كمان يعني حصيله هي تحتاج لغويه. تحتاج حرفيه معينه في الموضوع، واذا انت كنت ابن البيئه بيساعدك جدا. وبما اني انا كنت بنت البيئه عندهم، وعشت عندهم وتربيت عندهم وسمعت سهل عندهم الامر عندك جدا. وسمعت عندهم الشعر النبطي يقال على الربابه. سمعته من منبعه، كان عمري 13 سنه او اقل، كنت اسمعه وهم بيقولوه على الربابه. فتشربته. بالمناسبه اللي على الربابه في الابنودي وفي بعض الاغاني التراثيه المصريه على الربابه برضه، هذا من نوع النبطي؟ لا لا لا، بيخص بدو مصر. ما له بس ما بسميه نبطي؟ ممكن يطلق عليه نبطي بس مش بلهجه اهل الخليج. شو في اسم؟ هو يعني قد يطلق عليه لغه اهل سينا او بدو سينا. بس جميل بالمناسبة على الربابة التقليدية، هذه المصنوع من جلد الماعز. هي كانوا هم كانوا ما يقولوا الشعر النبطي إلا على الربابة. لم يقال إلا على الربابة. جميل. طيب شو في قصيدة ثانية بتسمعينا إياها؟ في قصيدة. كلماتك رغم أنها نبطية ولغة عربية فصحى، لكن يعني سهل ممتنع. أديك معلومة بالنسبة لهذا الموضوع. أنا عندي مقدرة أغوص بالمعاني أكثر من ذلك، لكن بعمل حساب إنه أنت في مجتمع لازم يفهمك. بس هذا مش معناه إن أنا بحكي عن كلماتك إنه هي سهلة ممتنعة، إنه معناه شيء مش كويس، بالعكس. لا أنا فاهمة قصدك. شيء كثير ممتاز. فاهمة لأنه يعني سهل إنه أنا أسمعه، بس مش سهل أي حد أو أي شاعر كمان يكتب بهذه الطريقة أو بهذا التوصيف. فاهم عليك. برضو مهم إنه أنت توصل لجمهورك. نعم. إذا أنت قلت طلاسم يعني ممكن في فئة تفهمك وفي فئة ثانية ما تفهمك. نعم. بس هذا مش برأيي. الشعر لديه رسالة، وما هي فائدة الرسالة إذا ما وصلت؟ أنت بدك توصل رسالة معينة لفئة معينة، لطبقة معينة من الناس، لمجتمع أنت عايش وسطه، لازم يفهموك. نعم. وأنا بكتب النبطي بلغة
أي حد في العالم بيسمعني عربي بيفهمها. جميل. حتى المغاربة لو سمعوها حيفهموها. جميل. أنا مرة ألفت بيت شعر نبطي راح أحكي لك إياه بالفقرة الختامية في آخر الفقرة يعني إن شاء الله. بس بدنا نسمع منك كمان قصيدة بس مش نبطية. لا نبطية. طب يلا. أغلب اللي حقوله اليوم نبطي يعني. أوكي. هو اللي كتبته في الفترة الأخيرة هو بطي. وأنا حابب أسمع. يلا إن شاء الله. القصيدة اسمها أهوجس بالفرح. مدري إذا لي بخطوي معاذير أو إنه قدرا سبوقي. مدري ليه تنكتم آهاتي وتصرخ بعزم في خفوقي. كل أمرنا تقادير وكل أمرنا بيد رب رفوقي. يعلم بحالنا ويعلم تدابيره ورحمته علينا تفوقي. لا تجعل انتظارك يحرمك، لا تجعل انتظارك يحرقك، واجعل صبرك مثل صبر ينوقي. والمجروح بين الضلوع مداه يشفى، ما زاله بوجده صدوقي. يا مشتهي العين تضحك، يا مشتهي العين تضحك، ومشتهي من ريح الجنة عبوقي. اصبر والفرح بيجيك، ولا تجعل طول احتراك فرحك يبوقي. كلمات جميلة. شو مناسبة القصيدة هاي؟ هذه عن كل شخص فلسطيني بيعاني. يعني هي بتعطيك لمحة أمل إنه أصبر، إنه بالآخر راح تشوف حاجة كويسة من ربنا. نعم جميل. نتمنى إن شاء الله كمان يكون في من الشعراء بيهتموا في هذا النوع من الشعر، لأنه المفترض إنه الشاعر يهتم بكل أنواع نعم بس الشعر. في شعراء بيهتموا بنوع بشكل معين معروف، لكن الشعر النبطي مش كثير أنا بشوف بالمناسبة في بيهتموا فيه، لأنه محتاج قدرات معينة خاصة اللغوية. صحيح. صحيح. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وسام عاشور، كل عام وأنت بخير. اليوم آخر يوم برمضان، أنت من النوعية اللي بنبسط إنه اليوم آخر يوم رمضان ولا؟ والله مو فارقة يعني، اليوم زي العادي. بالآخر العيد حيجي. أكيد يعني لازم العيد يجي. بالآخر العيد حيجي. هذا معناه إنه إن شاء الله الفرج لازم يجي في وقت من الأوقات. أكيد. شكرا لك وسام عاشور. لكن بدي احكي لك انا هيك مش عارف هي كانت يعني شعر نبطي ساخر او شيء زي هيك. لما شفت شعرها على طرف البكم قومت فزيت. للي ما بيعرف البكم هذا البص والتندر هذا الصغير بسموه بكم في السعوديه صح؟ مزبوط؟ بكم. لما شفت شعرها على طرف البكم قومت فزيت. ما ادري ويش اسوي، فيها صفات ما تجلى. وبعدين الباقي في قصيدة أنا أو عندها أنا اللي طلع معايا قصيدة يعني. أنا حابة أحكيها إذا في مجال. طيب يلا يعني. نختم فيها يلا. القصيدة اسمها ياسمية. أشرح شو يعني ياسمية؟ يا ريت. ياسمية يعني الإنسان، هي معناها إنه أكثر من الاسم. فيها يا شبيهي يا جزء أكثر من معنى قصد في العنوان. في العنوان. أوكي. العنوان لوحده حكاية. ياسمية. بقول فيها: يا ويل العين جفاها النوم والمخاليق بغفل لنيامي. يا ويل القلب يفز نوبة بعد نوبة من فرط الهيامي. بصهيل الخيل بعتم الليل تسمع المجروح مصيوب نسهامي. يشوف التراب مكان اسحاب، يشوف التراب مكان اسحاب، وضي الشمس ظلام بظلامي. تحايل به تطبطب جروحه والوجع وجع ولا مهالامي. ويسري ما يسري ويسري ما يسري، والبعد هذر بهذر واضغاث احلامي. تهدهد قلبه بالقهر وقهر قلبك يا الغالي حرامي. تعاند أقدارك ما تعاند، البعد عن الخل أكبر آثامي. يا سمي وبعد العين وريف الرمش، بخاتمتي قربك جل إكرامي. الله عليك. بس عجبتني هاي الترابها، التراب بدل أو شو يشوف التراب مكان أسحاب. شوف التراب مكان أسحاب. لها معاني كثيرة هاي بالمناسبة. صحيح. شكرا لك وسام عاشور. الشعر الفلسطينية تهتمي أكثر بالشعر النبطي؟
وركز عليه. ان شاء الله في لقاء جاي راح نحكي اكثر عن إن شاء القصائد، الله. وراح اكتب انا انه بيطلع مني احيانا في إن شاء الله. في هذا الجانب. إن شاء الله. شكرا كمان لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير. اليوم ختام شهر رمضان في هذه الفقره الختاميه من صباح الكوفيه. اول يوم العيد راح تكون معكم زميلتي نداء، راح تستقبل اتصالاتكم وتهانيكم بالعيد، وراح اكون معكم يوم الخميس ان شاء الله محضر لكم مقدمه صباحيه صباح الخير وبدنا العيديه. هاي راح تكون المقدمه الصباحيه ليوم الخميس. راح كمان تكون فقرات ان شاء الله شيقه اول يوم وثاني يوم العيد. في شغله كمان كنت بدي احكيها، انه كل فقرات هذا شيء طبيعي بتشوفوها كمان 5 دقائق على اليوتيوب ببحث برنامج صباح الكوفيه، او الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت القدس المحتله راح ينعاد البرنامج، كل فقرات برنامج صباح الكوفيه. كل عام وانتم بخير، فرحوا اولادكم ورغم الظروف الاقتصاديه الصعبه. الجميل في رمضان الكل بيتفقد جيرانه واصدقائه واحبابه، وزكاه الفطر هاي لازم تطلعوها لانه كمان بتفرح اسر وناس تانية حتى كمان تعيش اجواء العيد. فرحوا اولادكم قد ما تقدروا واضحكوا في هاليومين هذول لانه اجواء عيد. لعل وعسى ان شاء الله تكون الامور في الايام الجايه تحمل مبشرات في لوضعنا الفلسطيني. عموما هذه تحيه مني انا محمد السوافير ومن طاقم العمل، الى اللقاء.